قدامي. ما ماتش على فكرة، لسه عايش لسه فيه. النهارده احنا في جبل المقطم دي القديس سمعان. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة احنا رايحين دير القديس سمعان الخراز، وهو موجود على جبل المقطم. جبل المقطم معروف باسم هضبة المقطم برضو، وهو موجود في الجزء الجنوبي من القاهرة. مساحته حوالي 14 كيلو متر مربع، وارتفاعه حوالي 240 متر. الجبل ده بيميزه ان هو مكون من طبقات الصخر الجيري والميل والصلصال. وجبل المقطم موجود عليه معالم كتير قوي، زي مسجد محمد علي وقلعة صلاح الدين الأيوبي. والمكان اللي احنا فيه دي القديس سمعان الخراز. الدي ده محفور داخل الجبل، وفيه 6 كنائس، من بينهم كنيسة القديس سمعان، وهي أكبر كنيسة في مصر، بتستوعب حوالي 20,000 شخص. الدي فيه 75 صورة محفورة في الجبل. الدي ده موجود في منطقة سكانية زحمة جدا، فعشان كده الوصول للجبل ده مغامرة. وقبل ما تدخل هيكون المكان اللي انت فيه اسمه حارة الزبالين. أين هي الألعاب؟ مش عارفة ليه بقى تسمى جبل المقطم. ليه 3 روايات. الرواية الأولى رواية المقريزي، بيروي المؤرخ المصري في كتابه قصة حول تسمية الجبل، بيذكر ان حاكم مصر في الوقت ده كان بيبحث عن كنوز الأرض، وخاصة المعادن الثمينة كالذهب والفيروز، بس واجه صعوبة في استخراج المعادن دي، فاستعان برجل اسمه مقيتام. مقيتام عمل تجارب كيميائية في الجبل، وبسبب التجارب بتاعة مقيتام الجبل اتسمى باسمه. بعدين تم اختصار كلمة مقيتام لكلمة المقطم. والرواية التانية، في ناس شايفة ان كلمة مقطم مشتقة من كلمة قطم، واللي معناها قطع او انقطاع، وده بسبب شكل الجبل اللي بيبان كأنه منفصل عن باقي التضاريس. عاملين باب، واللي هيمشي ولا هيفتح الباب ويمشي مش هيرجع تاني. دي مدينة سياحة من المساحة الأساسية. شايفاها؟ عشان حصل السبت ده يوم مقدس عند اليهود لحد النهارده. بيبدأ. الرواية التالتة هي رواية الإعلامي محمود سعد، بيقول إن جبل المقطم اتحرك من مصر القديمة لمكانه ده، وبسبب تقطعه أثناء نقله أطلق عليه هذا الاسم. طبعا كل دي روايات مش معروف إيه الحقيقي وإيه السبب. من الأساطير بقى اللي بتتقال عن الجبل ده، واحد التحرك الأسطوري للجبل، ودي أكتر قصة مشهورة. بيتقال إن الجبل اتحرك بناء على دعاء القديس سمعان الخراز. الأسطورة التانية، وهي من أكتر الأساطير الغريبة المنتشرة عن الجبل، وهي إن في كنز مدفون في أعماقه، وكان في مجموعة مغامرين بيدوروا عنه قبل كده. الأسطورة التالتة إن جبل المقطم كان سوق الأرواح. في العصور الوسطى كان بيتقال إن جبل المقطم ده مكان إن الأرواح والأشباح تتجمع فيه، وده اللي زاد من شهرته كجبل مخيف وغامض. نقولها بطريقة لطيفة، مش هنقول لأ. فكان هو ابوهم
رجع بقى اللي عنده كله واتكل على الله. وراح ودى اخته في دار عذارى. هو ده كان بيته ولا ده كان لا دي كنيسه دي. اه ايوه كنيسه بالظبط. هي صور الشمعة دي عجباني. شكرا. صورة عايزة اشوفها. خدت بالك عشان ما حدش يجي من بره. شكرا. لا انا هخلص بعدين هنقضي اليوم كله هنا. مش مروحين النهارده. مش مروحين النهارده. تيفي خدي بالك. طب اسكتي. هو التيم اللي كنا معاه مروح. روح. يلا بنركز. بس ما انا خارج. يا نورة. فبعد كده البابا اثناسيوس قال طب انا عايز اكشف على البابور. فظهر له قال له هما دول تلات لعب ولا دول لعبة واحدة مكونة من تلات روابط؟ لعبة واحدة. هي لعبة ايه دي؟ العمل؟ البوش مدرع. ظاهر ما ينفعش يتضرب.
تعالي انت. اكيد مش هطلع. انا شفت عارفه بشيل الصليب. هو ليه عاملينه كده وموقفين يعني ايه ده؟ هو مكان بيع ورد. يا بنتي ده الصليب. على جنب يا روضة. ودي كانت رحلتنا لدير القديس سمعان الخياط. يا رب تكونوا استفدتوا معانا، واشوفكم في فيديو جديد. متنسوش لايك واشتراك.